السلام عليكم. الدهب بيكدب علينا يا شباب. والله الدهب بيكدب، وهقول لك ازاي بيكدب علينا دلوقتي. في البدايه كده حابب اقول الحمد لله، تحليل الاسبوع اللي فات للدهب مشي معانا بنسبه 100%. الحمد لله الحمد لله، عرفنا نعمل ارباح كويسه جدا. توقعنا ان السعر ينزل ياخد سيوله من منطقه معينه، المهم وبعد كده يطلع من قمه تاريخيه، فالحمد لله. توقع الحمد لله مشي بالنسبه للسعر بنسبه 100%. واحب قبل ما ابدا اشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنتات. يا جماعه انا الحمد لله باخد منكم شويه دعاوي. لو انا بعمل مسابقه الحج والعمره، والله مش هاخد الدعوه دي. فكتر خيركم بصراحه، يعني بحاول ارد لكم جمايل جمايلكم عليا من الكلام الجميل ده في فيديو، لان انا يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. فكتر خيركم. فخلينا نبدا بقى واحده واحده نحلل الذهب بالنسبه للسيوله، واقول لكم الذهب بيكذب علينا ازاي. ماشي. خلينا نبدا دلوقتي بالاربع ساعات. تمام. انا عندي هنا قمه تاريخيه زي ما احنا شايفين. سحب طلع نزل، ده كان التحليل اللي فات يعني. بس هنا عايز اوريك حاجه بس عشان نتكلم عليها دلوقتي. الدب لما بيطلع من قمه تاريخيه بينظف اول السور اللي تحت، وبعد كده يطلع من قمه تاريخيه، وده بديهي وده الطبيعي، ما بيحاولش يدخل مع ناس. اتفقنا؟ طيب. عشان كده حللنا خد سيوله الاسبوع اللي فات ومشيت معانا الحمد لله بالملي. تمام. نيجي بقى هنا. قمه نظف، دي تنظيفه؟ لا دي مش تنظيفه. نيجي بقى نقف هنا. الدهب مش منضف ان هو يطلع يعمل قمه تاريخيه، وهو فعلا اوريدي طالع يعمل قمه تاريخيه. طيب فين يا عم السيوله؟ انا هقول لك القاعده. ركز معايا بقى هنا عشان نبدا نتكلم على الشرط. لما السعر نزل الهبوط الحر ده، ما قدرش ياخد لي القاعده. اتفقنا؟ طيب. اي نعم، القاعده هو اللي خد لي القمه دي. ولكن مجرد ان هو ينزل وما يقدرش يكسر بخمسه بيب، فاضل تقريبا خمسه بيب كده ولا 10 بيب، وما يقدرش يكسر، اعرف ان السعر بيقول لك انا هطلع اخد سيوله عشان انزل. دي اول حاجه. ده كده الف ب. تمام. سيوله. تمام. طيب. نيجي بقى نفتح الربع ساعة، عشان الربع ساعة فيه شوية كلام يثبت ايه اللي احنا قلنا ده دلوقتي. تمام. يبقى انا عندي القاعدة سيولة. طيب فين المنطقة القوية ان السعر صعب يكسرها؟ او في البداية كده خلينا نحلل واحدة واحدة. قمة تاريخية، اطلع اسحب انزل، خلاص بيبدأ يعمل لك ايه؟ قمة اطلع نظف انزل، خلاص بيبدأ يوهمك ان هو يبدأ ينزل. وده الطبيعي جدا، وكل الناس متوقعة الهبوط. ولكن الدهب هنا عمل لي حاجة حلوة قوي. المنطقة دي كانت صعبة تتكسر. ليه كانت صعبة تتكسر؟ ركز معايا. انا هنا الدهب لما بدأ ينزل هبوط حر زي ما احنا شايفين في وقت الخبر، طلع اداني قمة، عمل لنا شوية سيولة، طلع نزل اداني قاع، طلع نظف القمة، اهبط هبوط عنيف، ودخلنا صفقة من هنا. مع ان الناس كلها بتقول شراء شراء شراء، ودخلنا صفقة من هنا على جروب التليجرام، ولكن لها اسبابها يعني. وبعد كده السعر نزل كسر لي المنطقة دي، خلاص تتوقع الهبوط بالمنطقة دي، بقت دي عندي سترونج هاي بالنسبة لي. تمام، اتفقنا لحد كده؟ طيب. وصعبة تتكسر، بس الدهب كسرها، واقول لك ليه الدهب بيكذب علينا دلوقتي. طيب. يا عم الدهب، انت دلوقتي لو ناوي تعمل قمه تاريخيه جديده، مش هتنضف السيره اللي وراك؟ اقول لك اه هينضف السيره اللي وراه. ما بيدخلش حد معاه باختصار. انا عندي هنا لما السعر عندي خلاص قاعين قلنا عليهم سيوله، بقى ده بالنسبه لي السيوله. لما السعر برضو هنا نزل، ركز كده، ما قدرش برضو ياخدها. فده كل ده تجميع ان الذهب هيطلع ياخد سيوله، ومن بعدها هبوط حر 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 حر. الاسبوع الجاي هنشوف ان شاء الله. تمام. ولكن بس عايزين نركز على السيناريو الاول اللي انا هبدا اتكلم عليه. تمام. انا بس بمهد لك السيناريو عشان تبدا تفهم السيناريو اللي انا هقوله بيبقى بناء عليه. تمام. ادالك هنا قاع تالت. اتفقنا كده؟ طيب. برضه ما خدهالوش. بقى انا كل ده عندي سيوله. اتفقنا. السعر لابد ولازم يجيبه عشان يبدا يطلع من قيمه تاريخيه جديده، ومن البديهي ان السعر يطلع يرد من منطقه الاهتمام دي، وبعد كده ينزل. اتفقنا. طيب. اقف هنا. بص بقى ركز معايا، اقول لك الذهب كذب علينا ليه. الذهب دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم في هبوط. اتفقنا. طيب. بناء على السيوله اللي احنا شفناها، لما الذهب يطلع يعمل له قمه وما يقدرش يكسر، بيحتاج سيوله. طب فين السيوله؟ اقول لك هو دلوقتي محتاج السيوله دي عشان يطلع، من بعدها بيجيب كل السيوله اللي احنا قلنا عليها. امشي مع الدهب كده، بص 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 بص. رد من المنطقه دي، اقف هنا. عمل لي ايه هنا؟ ما قدرش ياخد القاع اللي كان قريب منه تقريبا ب3 بيب. يعني انا اصلا كنت بايع صفقه من هنا كده تقريبا، مش فاكر. انا دخلت من هنا ومن هنا. اللي من هنا دي انا حاطط هدفي 100% لازم يجيب القاع ده. بص 3 بيب وضرب لي تامين يعني. 3 بيب. ما قدرش يجيب القاع، ومن بعدها بدا يصعد. فكل المؤشرات تقول لك ايه؟ الذهب عمال يجمع لك في السيره تحت عشان هيهبط هبوط حر يجيبه لك. اتفقنا لحد كده؟ طيب. ممتاز. نمشي مع السعر نشوف.
بدأ يعمل إيه؟ بُص بقى هنا عمل لك حاجة غير متوقعة، بدأ يصعد صعود حُر وبيفكّر إن هو يجيب القمة التاريخية. طب يا دهب إزاي أنت عايز تطلع تجيب القمة التاريخية وأنت أصلًا مش منضّف أي حاجة تحتيك؟ ده حتى يا سيدي القاعين دول اللي ب3 بيب ما قدرتش تاخدها عشان تبدأ تطلع. تيجي بقى تقول لك تقف هنا ونبدأ نتكلم واحدة، واحدة. أنا دلوقتي ما كنتش متوقع كسر المنطقة دي واتكسرت، تمام، وبديهي طبيعي جدًا ده تحليل، يعني التحليل مش هيمشي فاهم perfect. ولكن عايزين هنا نقف شوية كده مع تحليل الدهب. أنت دلوقتي يا دهب بتفكّر في إيه؟ طب أنت دلوقتي بتفكّر إن أنت إحنا دلوقتي بنتكلم دلوقتي واحدة، واحدة أهو، تمام، لو أنت بتفكّر إن أنت تطلع للمنطقة دي وركّز معايا، لو أنت بتفكّر خلّينا نقول الأول الهبوط، لو أنت كنت عايز تاخد سيولة القاع ده عشان تبدأ تجيب لي كل السيولة اللي تحت دي، كنت هتعمل إيه؟ كنت هتطلع شوية تزهق المتداولين، ومن بعدها توهم كُلّه إن أنت طالع تعمل قمة تاريخية جديدة، ومن بعدها تعمل منطقة تسند عليها وتنزل تجيب لي السيولة دي، تمام؟ ولكن أنت هنا صاعد صعود حُر، يعني الصعود ده حتى مش ضعيف. عارفين أنتم اللي هو لو يعني الدهب يعمل له قمة وبعد كده ينزل، يكسر لي القمة بضعف وبعد كده ينزل، يكسر لي القمة بضعف وبعد كده ينزل، ده كده بيجمّع عشان يهبط هبوط حُر. فهمتوا الفكرة؟ طيب أنت هنا ما عملتليش كده حتى، تمام، طيب أنت طالع طلوع عنيف يعني، تمام، طيب يبقى إحنا من ضمن السيناريوهات اللي إحنا نبدأ نتوقعها على الدهب إن هو أصلًا إلى الآن عند السيولة لازم تتجاب تحت. طيب بما إن هو كسر المنطقة دي وبقوة زي ما إحنا شايفين، هنتوقع إن السعر محتاج ياخد السيولة عشان يبدأ ينزل. طب فين يا عم السيولة اللي أنت بتبدأ تتكلم عليها؟ والله أنا ما عنديش غير سيولة القمة التاريخية. هل السعر محتاج سيولة القمة التاريخية وينزل؟ مع إن ده مش الطبيعي، ليه مش الطبيعي؟ لأن الدهب كل ما بيكسر قمة تاريخية تلاقي أقل حاجة يصعد 500 بيب، فأنت عشان تجيب لي القمة دي أنت محتاج تك 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 تطلع بقى، وده الطبيعي، أي قمة تاريخية بتتجاب بتطلع 500 بيب. سيبك من هنا إن دي كانت قمة تاريخية والسعر طلع سحبها، بس هنا كان عشان الخبر. فهمت الفكرة؟ طيب والّا أنت محتاج وده طبعًا برضه من ضمن السيناريوهات يعني، إن أنت محتاج تاخد سيولة القمة وبعدها تنزل، وده ما بيحصلش كتير. أي نعم حصلت قبل كده مرّة، أفتح ال4 ساعات، أنا هاوريك بس التواريخ يعني عشان نبدأ نشتغل. حصلت مرّة مش فاكر كانت فين، هنا في المناطق القمة أيوه تقريبًا دي، والله مش فاكر، بس حصلت مرّة ما شُفتهاش كتير ولكن حصلت مرّة، تمام؟ والّا أنت هتعمل لي زي ما عملت في القمة دي، وده اللي أنا شايفه الأقرب. هو هنا السعر عمل لي إيه، ركّز كده في القمة التاريخية دي، عمل لي قمة، بعد كده نزل ساب لي شوية سيولة، وادّاني هنا إيه، السيولة اللي إحنا بنتكلم عليها أهو، ركّز كده، تمام، طيب طلع أنت ما خدتليش سيولة، فأنت مش طالع تعمل قمة تاريخية جديدة، اتفقنا لحد كده؟ طيب، فلو أنت دلوقتي طالع كُلّه موهوم إن هو يطلع يعمل قمة تاريخية جديدة، ولكن وصل لمنطقة معيّنة بداية الorder flow ده، ومن بعدها أو يعني لأ ما فيش هنا order flow واضح، ممكن تلاقيه على الربع ساعة أو الساعة تلاقي هنا منطقة. المهم إن هو ما قدرش يطلع يعمل قمة تاريخية، كان محتاج ياخد سيرة الناس دي، طلع نزل نضّف، لمّا ينضّف يطلع يعمل لي قمة تاريخية. فهمتوا الفكرة؟ طيب، فأنت هنا دلوقتي بتتكلم في الربع ساعة تقريبًا نفس الحركة، السعر ما خدش سيولة، تمام؟ فالمتوقع إن هو ممكن يطلع لمنطقة معيّنة، بس هنا برضه ما فيش منطقة، يعني ممكن ناخد الrejection دي كمنطقة ترُد السعر، يعني هو ما فيش غيرها بصراحة. ولكن أنا مش مع البيع من الrejection إلا لمّا تلاقي السعر بدأ فعلًا يعمل لك موجة هابطة على الأقل على فريم ال5 دقايق أو ال3 دقايق. ليه؟ لإن إحنا ما حدش بيبيع، ما حدش عاقل بيبيع من قمة تاريخية، تمام؟ أي نعم برضه إن المنطقة دي واخدة سيولة، أهي، واخدة سيولة فعلًا قوية. فأنا شايف بالنسبة لي أنا كعمرو، تمام، إن السعر هينزل ومش هيطلع يعمل قمة تاريخية، فخلّينا نطلع زي ما إحنا شايفين كده، يبدأ السعر يسند، بس صعب تبيع من أول موجة، سيب السعر بس يعمل لك internal boost كده على 5 دقايق وتبدأ تاخده من هنا وتارجت أول target المنطقة دي وادعي لي. اتفقنا؟ طيب ده أول سيناريو وده اللي أنا شايفه ممكن يتحقق بنسبة 70%. تمام، طبعًا أنا عارف إن أنا الوحيد اللي باقول لك الدهب هابط، وأنا عارف أنا باقول لك إيه كويس جدًا، ولكن بالنسبة للمؤشرات قُلت لك كل الأسباب. اتفقنا؟ طيب ليه؟ أول سبب، تاني سبب إن هو أصلًا السعر بيقول لك أنا هابط، هابط، هابط أهو ما قدرش ياخد.
فهمتوا الفكرة؟ فهو طالع ياخد المنطقة دي، أوهم كل المتداولين إن هو يطلع يعمل قمة تاريخية جديدة، ومن بعدها شايف إن هو يبدأ يصحّح أو ينزل، بس صعب تاخدها من هنا، ممكن هيبقى aggressive شوية ولكن صعبة، اتفقنا؟ طيب السيناريو التاني واللي أنا مش متوقعه بصراحة واللي صعب يحصل، إن هو أصلًا السعر يطلع يعمل قمة تاريخية جديدة، لإن الصعود ده صعود قم سع الصعود القوي ده صعود قمة تاريخية جديدة، بس أنا ما شُفتش قبل كده إن الدهب طلع يعمل قمة تاريخية جديدة وهو سايب كل السيولة دي وراه، اتفقنا؟ ده كان السيناريو بالنسبة لي، ولو لقيت صفقة حلوة من الrejection ده هنخشها، بس بشرط تسيب الصفقة معايا لحد الtarget ده، فخلينا نحدد إذا كان ده target أولاني. أي نعم أنا حاسس إن الناس دي قمة تاريخية، قمة تاريخية، قمة تاريخية، ولكن أنا باقول لك بالمعطيات اللي قدامي لأ، صعب قمة تاريخية من غير ما يسيب السيولة وراه، فأتمنى إن أنت تكون استفدت إن شاء الله. لو لقيت صفقة عشان أوعدكم بصفقة حلوة على التليجرام، لو لقيت صفقة من الحلوة هنا هناخدها عكس الاتجاه إن شاء الله يعني، هتبقى خطر ولكن صفقة حلوة بالنسبة للسيولة عشان نعرف نتارجت حوالي داخلة في ال500 بيب. فبس يا سيدي ده كان تحليل الدهب بالنسبة لي أنا كعمرو، تحليل الدهب بالنسبة للسيولة. أي واحد بيقول لك قمة تاريخية أنا شايف إن هو بيتّبع مدارس طبيعي، طبيعي جدًا، وأنا عشان أسيّف نفسي ممكن أقول لك هو فعلًا السعر طالع يعمل قمة تاريخية جديدة. طبيعي جدًا، طبيعي، طبيعي، طبيعي. ليه؟ الصعود ده صعود قمة تاريخية، ولكن فهم السيولة لأ، صعب. فخلّينا نشوف هل السعر وخُد بالكم برضه هاقول لكم على حاجة، السعر بيحترم السيولة خلّينا نقول 90%، ممكن 10% ما يحترمش السيولة، فطبيعي جدًا إن هو يطلع يعمل قمة تاريخية جديدة، ولكن أنا بصراحة مع بيع الدهب، اتفقنا؟ فخلّينا نشوف الدهب هيعمل إيه، و ونتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي، بالتوفيق إن شاء الله يا شباب. ولآخر مرّة شكرًا على كومنتاتكم الجميلة اللي بصراحة بتأثّر في الواحد، كتّر خيركم، السلام عليكم.